وصفتي المعتمدة بعملها لما بكون مكسلة وعايزة أقولكوا كل مرة بتطلع أحلى من اللي قبليها. معايا اللحمة الموز بسلقها عادي خالص، أنا بحب أحط في الشوربة بتاعتي البصل والطماطم. معايا الحلة بتاعتي حطيت كده مكعب من الزبدة ومعلقة كبيرة من الزيت، بضيف الشعرية، دي كوباية من الشعرية، نزلتها على الزبدة والزيت تاخد كده تشويحة ولون ذهبي غامق بالمنظر ده. دي مراحل تحمير وتسوية الشعرية. لما بلاقيها ان هي بقت باللون الخطير ده ببتدي كده اني احط الشوربة. ممكن احط شوربة فراخ، شوربة لحمة، او مية بمرقة، او مية عادية خالص اللي انتوا عايزين والمتاح عندكم. اللحمة استوت بالمنظر ده، اخدت معايا بالظبط ساعة ونص. بحطها في اي طبق عندي، وبعد كده بلاقي ان الشعرية كلها شربت الشوربة بتاعتي. بغطي النار خالص وبحط عليها فايل وبغطيها، بتقعد معايا بالظبط 20 دقيقة. اللحمة بتاعتي بحمرها بشوية من الزيت لحد ما يوصل للون الذهبي ده. معايا بقى للتزيين لوز متحمص بالمنظر ده، حمصته في مكعب من الزبدة. شايفين السهولة والجمال؟ كده وصفتي خلصت، طعمها رهيب وسهلة جدا.